حادثة حقيقية حصلت تدل على عمق حضور أئمتنا عليهم السلام مع شيعتهم، وهي كرامة غير مشهورة، وحصلت عندما جاء المخرج السينمائي القدير الإيراني اسمه مجيد مجيدي، وقد ذكر لأحد خاصاتنا من المؤمنين المعنيين بالشأن الإعلامي أن هناك من نذر نذرا للإمام الرضا، إن حصل هذا الأمر فإنه سيزور الإمام الرضا وسيتبرع بمبلغ من المال لأول من يشاهده خارج الباب. وعندما وفى بنذره، عندما هم بالخروج من المقام عند الباب الأول من الداخل، وجد رجلا وسيما لابس طقم وقرافة، فقال في نفسه هذا إنسان غني، أنا لا أستطيع أن أعطيه النذر، كان بقيمة تقريبا شيء ملايين. فرجع انتظر قليلا ثم عاد ليهم بالخروج، فوجد نفس الشخص على الباب، فقال في نفسه أنا أبدل المكان. راح وظهر، خرج من المدخل المقابل، يعني في شيء 200 متر، هم بالخروج من المدخل الثاني فوجد نفس الشخص أمامه. قال لك شو طويل معه، قرب لعنده قال له أنت شو قصتك؟ ليش واقف هون؟ هلا كنت واقف هونيك، ليش واقف هلا هون؟ قال له أنا ناطرك. قال له كيف يعني؟ قال له بعثني الإمام رضا لعندك. قال له هات احكي لي شو قصتك. قال له أنا كل سنة بيجي بزور الإمام من برا، معاهد نفسي، وضيعت كل أوراقي ورحت على الأوتيل، ما فيش معي بطاقات، فيش معي أموال، لا تذكرة سفر، لا باسبور، ولا شيء، ومستحي كيف بدي أدفع أموال لصاحب الأوتيل. فتناجيت الإمام بالليل ونمت باكيا. جاءني الإمام في المنام وذكر لي بالتفصيل أنه غدا الساعة الفلانية على الباب رقم الفلاني تجد شخصا، إن لم يأتي تذهب بعد 10 دقائق مثلا إلى الباب الثاني. ومن هنا نجد بأن أهل البيت عليهم السلام هم أحياء بشهادتهم وحاضرون بعلومهم، يرون مقامنا ويسمعون كلامنا. ونحن هون الدرس والعبرة اليوم بذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام، ولو عن بعد نحن نستطيع أن نعزز العلاقة الروحية مع أئمتنا جميعا، وخاصة مع الإمام الرؤوف. يعتبر الإمام الرؤوف، يعني معروف الإمام الرضا لا يرد أحدا، حتى الكافر لا يرده الإمام، لأن بابه مفتوح، وهو الأقرب في إيصال الإنسان العاجز أو المحتاج أو الفقير أو العاصي. بابه مفتوح للطالبين.